يا جدعان ايه الكلام؟ السوق بامانه بقى وحش وحش قوي. لو عايز تعرف كنت قايل عن الحوار دوت، كان في فيديو قبل كده هتلاقيه في الاي هنا واي هنا، ومش هراجع قوي عشان نعرف نجيب تليفونات كتير. يا رب نعرف نجيب اصلا. تعال نشوف التليفونات عدله السنه دي عامله ازاي واسعارها ايه النظام. ومعاكم مصطفى من قناه بلاك سنتر. ولو نتكلم كده عن الشركات واحده واحده، ونتكلم عن شاومي اللي ما ينفعش اصلا تتكلم عليها كتير، لان تقريبا دي الشركه الوحيده اللي ما اتاثرتش بالازمه اللي حصلت، وانتاجها كان شغال على طول ما وقفش. كميه تليفونات نزلت عايزه فيديو نص ساعه ولا حاجه، وهنجيبوا فيها تقريبا كده يعني اشهر التليفونات واللي كويسه شويه المفروض. ونبداوا بالريدمي 10 سي اللي تقريبا يعتبر من الفئات دلوقتي اللي موجوده، واللي شغال من فئه الاربع ل 5000، وعلى هنا 680 سناب دراجون و4 جيجا رام، ومساحه داخليه 64 يا 128. وورا في كاميرتين، واحده 50 ميجا بكسل والتانيه 2 ميجا بكسل، والاماميه 5 ميجا بكسل، وبطاريه 5000 ملي امبير. طبعا هنا عندك في 5000 انت تقريبا بنتكلم في حوار الفئه الاقتصاديه او حاجه من كده يعني. والجهاز هنا جايب اي بي اس ومفيش ريفريش ريت كمان، والمعالج كويس قوي في الفئه ديت وهيدوس معاك في الالعاب. ومنفذ تايب سي، بس المشكله هنا الشحن هنا 18 واط فهيرخم معاك شويه. طبعا مفيش هنا بقى جيروسكوب ولا ستيريو ولا وايد انجل وحاجات كتير واقعه منه. ولو عايز تعلق شويه بقى عندك حاجه هنا في فئه ال 7000، وبنتكلموا هنا في البوكو ام 4. عندك هنا معالج هيليو جي 96، والمساحات الداخليه هنا عندك 128 و256، والرامه 8 و6. والكاميرات هنا 3 كاميرات ورا 64 و8 و2. جاي هنا بقى بشاشه اموليد و90 هرتز، والمعالج هنا كويس قوي برده وهيدوس معاك وهيبقى مستقر اكتر من الاول. وسرعه الشحن جاي هنا ب 33 واط. والصراحه التليفون دوت للفرق شويه للعب يعني مش اكتر. لو عايز مثلا بقى حاجه بتانتكه شويه تعالى التليفون اللي وراه نفس برده فئه هنا ال 7000، وهو النوت 11 اس، واللي متأنتج شويه يعني تقريبا قريبين قوي من بعض. بس اعتقد الفرق هنا ان عندك كاميرات 108 ميجا بكسل، ونفس الشاشه برضو اموليد و90 هرتز، واعتقد نفس كل حاجه. وبس كده. وعايز كمان اقول لك حاجه يا جدعان مخصصه لشاومي. شاومي مش عمر افتراضي. يعني انت لو هتجيب جهاز، الجهاز هتلاقيه تقريبا شاومي بتبقى في كل فئه بتخش فيها بتبقى اعلى فئه فيها كامكانيات، بس كعمر افتراضي ما بتبقاش قد كده. فانت لو من الناس اللي بتغير تليفون كل سنه، انا بقول لك يا عم هات شاومي وهتدوس معاك وهيبقى كويس قوي. لان تجارب كتيره وكانت قدامي التليفون يعني ما بيخشش في السنتين قوي، وبرضه ده يرجع لاستخدامك، فمش هحكم عليك برضه وانا لسه ما شفتش انت بتستخدمه ازاي. فدي برضو حاجه انت تفكر فيها وتفهم انت هتعمل فيها ايه. ونيجي مثلا بقى نكلمه في اوبو اللي ماتت السنه دي، واللي ما نزلتش غير كام تليفون كده من سلسله الايه اللي ما تتشراش اساسا، واللي ما نزلتش فيهم حاجه في الرينو لحد دلوقتي موجود ال6 وال5 بس. والحقيقه لحد دلوقتي مستقرين وماسكين مستواهم لحد دلوقتي، ومفيش منهم اي شكوى لحد دلوقتي، ولا مثلا اي حد قالك ان تليفونه وقع معاه بسرعه والدنيا ديت. ودي بتخليني بحب سلسله الرينو بالذات، لانها بتبقى اكتر سلسله مستقره على قد ما ممكن الامكانيات تبقى قليله شويه. انما هنا بقى بالنسبه لرينو 7 ورينو 8 اللي لسه ما نزلوش مصر لحد دلوقتي، واللي نزلوا بضمان دولي، يعني ما فيش اي قطع غيار في التوكيلات والحاجات دي، وللاسف منزلين باسعار خزعبليه معديين ال 10000 تقريبا. ونيجي مثلا بقى هنا لسامسونج اللي ما نزلتش حاجه عدله برده لحد دلوقتي، واخر سلسله كانت منزلاها كنت مراجعها برده في فيديو قبل كده، هتلاقيه في الاي اللي هنا او الاي اللي هنا. انت لو متابع كنت عرفت لوحدك. صحيح هنا بقى عملت لايك ولا لسه؟ لو ما عملتش لايك انزل اعمل لايك، ولو اول مره تشوفني انزل اشترك برده، ما تتفرجش كده وخلاص. ولحد دلوقتي اكتر تليفونين مستقرين من سامسونج وهم ال 52 وال 52 اس. هم حاليا وصلوا لسلم ال 9 وال 10000، بس الصراحه اجمل تليفونين لحد دلوقتي. واكتر ناس كسبت اللي اشتريتهم من وقت السبعة وال 8000، واللي ظهر كده في سلاح خفي كده طلع كمان كويس، وهو الام 52 من فئه كده ال 7000 ولا حاجه. واللي نازل هنا بسناب دراجون 778 5G و8 رام و128 مساحه داخليه، والكاميرات 64 و12 و5. وعندك هنا البصمه في زرار الباور مش في الشاشه، عشان بصمه سامسونج الصراحه بتبقى زي الزفت في الشاشه. وجاي هنا طبعا بالسوبر اموليد بتاعت سامسونج و120 هرتز كمان. والمعالج هنا جامد قوي وهيدوس معاك كمان، نفس المعالج اللي في ريلمي جي تي ماستر. والكاميرات هنا مرضيه كمان بالنسبه لسامسونج ومش وحشه زي الاول. واوحش حاجه بجد هنا بقى في التليفون، وهي لحد دلوقتي داخلين تقريبا على 2023 ولسه في حد بيستخدم ال 25 واط في الاندرويد. وتقريبا كده هننزله بهاشتاج او ثوره، ننزله نتصور على سامسونج عشان تعلي الشحن. وطبعا هنا التليفون ما فيهوش مدخل 3.5 مللي، يعني لو هتجيبه عايز سماعه بلوتوث. بس للاسف برضو التليفون دوت ما فيهوش دعم الحمايه الميه والحاجات ديت اللي كانت في ال 52 52 اس. وبالنسبه للريلمي اللي ما نزلهاش اي حاجه لحد دلوقتي غير ال 9 اي، وعملت عنه برضو فيديو لو ما شفتوش هتلاقيه في الاي اللي هنا والاي اللي هنا. بس في تليفونين كده بقى نزلوا مع حالهم من غير ما حد ياخد باله منهم، ومحدش تقريبا اتسمع عنهم او حاجه، وعملت لهم فيديو على التيك توك، بس هتكلم برضه عنهم في الفيديو ده، وممكن برضه تتعب شويه عقبال ما تلاقيهم.
واللي هما النارزو 15 اي والنارزو 15 اي، والاثنين نازلين من فئات هنا من اول 3000 ونص لحد 5000. والنارزو 15 اي اللي هو النسخه الاصغر واللي جاي هنا بمعالج يونيسوك ورامات 2 او 4 ومساحه داخليه 32 او 64، ومفيش غير كاميرا خلفيه واحده بس 8 ميجا بكسل والاماميه 5 ميجا بكسل، وطبعا شاشه طبيعيه واي بي اس، ما تستناش اي حاجه من اموليد او هيرتز اصلا. والمعالج كويس جدا وهيقضي غرض معاك كمان. بس مع الاسف بقى هنا مدخل الشحن مايكرو يو اس بي، وعندك البطاريه هنا 5000 وهتدوس معاك الصراحه كويسه جدا. سرعه الشحن 10 واط، طبعا ده بالنسبه لسعره يعني معذور. وهنا النارزو 15 اي وده النسخه الاكبر واللي جايبه معالج هيليو جي 85 و4 رام ومساحه داخليه يا 64 يا 128 وثلاث كاميرات خلفيه 50 2 2، وطبعا برضه ما تستناش اموليد او هيرتز. والمعالج برضه كويس من نوعه وهيدوس معاك شويه كمان. ومدخل الشحن هنا تايب سي وبيوصل لسرعه شحن 18 واط، والبطاريه 6000 ممكن تكمل معاك اليوم وزياده كمان. وبس كده كانت التليفونات النهارده. والصراحه سوق الاندرويد بقى وحش وحش قوي وغالي غالي قوي الصراحه. وبجد بجد ما تدفعش اكتر من 10000 في اندرويد. يعني لو ناوي تعلي عن ال 10000 فانا الصراحه بقول لك شوف لك ايفون احسن، يا اما بقى تشوف لك حاجات بقى في الفئات القليله بتاعت اندرويد، تشوف لك حاجه مثلا كسر زيرو او حاجات مستعمله، وبرضه هتبقى صفقه كويسه بالنسبه لك. وشوف دلوقتي حوار جديد بقوا بيعملوه، بقى بيجيبوا تليفونات من بره مصر وبتبقى ارخص من اللي في مصر بكتير، فبرضه دور على الحوار ده وتشوفه، وممكن ابقى اعمل فيديو بعد كده عنه. ولو مش عارف تعلي بعد ال 10000 ده تجيب لك تليفونات ايه في الايفون، هبقى برضه اعمل لك فيديو في نفس الشهر ان شاء الله. بس اعمل ابحاثي بقى وادور، عشان الصراحه الايفون بقى خبايا كتير وبقت حاجات كتير قوي بيتنصب على الناس بيها، فاستنى مني برضه فيديو الايفون. وبس كده يا رب تكون فدناك. ولو اول مره تشوفنا ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد. ومع السلامه.